مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير في هذا العدد الجديد والذي نخصص للحديث عن المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة، والذي يشارك في مونديال هذه الفئة العمرية والمقام بإندونيسيا. المنتخب الوطني المغربي دشن مشاركته بانتصار ثمين على المنتخب البنمي بثنائية نظيفة. الشبال سعيد شيبة يتبوأ صدارة المجموعة الأولى بعد تعادل المنتخب البلد المضيف إندونيسيا والمنتخب الإكوادوري بنتيجة هدف في كل شبكة. هذا التعادل منح المنتخب المغربي صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط في انتظار حسم التأهل بصفة رسمية خلال المباراة القادمة أمام المنتخب الإكوادوري العنيد. رغم أن الحظ لم يحالفه يعني هذا في هذه المباراة، مباراة هذا اليوم أمام المنتخب الإندونيسي. نعود إلى مباراة المنتخب الوطني المغربي والمنتخب البنمي. سعيد شيبة دخل هذه المباراة برسم تكتيكي 4-2-3-1. هذا هو الرسم التكتيكي الذي دخل به سعيد شيبة هذه المباراة، بالاعتماد على طه بالغزيل في حراسة المرمى، الحارس المتألق والذي خرج اليوم بكلين شيت وحافظ على نظافة شباكه. في خط الدفاع الذي يعرف غياب الكابتن أيت بودلال بداعي عدم الجاهزية، والذي منح له سعيد شيبة بعض الدقائق خلال يعني الدقائق الأخيرة من هذه المباراة من أجل حسم يعني مس الحماس، حماس المنتخب البنمي، و يعني ذلك الضغط الذي قام به المنتخب البنمي على دفاع المنتخب الوطني المغربي. رباعي خط الدفاع الذي دخل به سعيد شيبة هذه المباراة يتكون من الظهيرين، يعني الظهير الأيمن حناش لاعب باريس سان جيرمان، والزرهوني كظهير أيسر، الزهواني عفوا كظهير أيسر. وفي ثنائي خط الدفاع هناك سيف الدين شلاغمو مسجل الهدف الأول، وباختي. هذا هو يعني رباعي الدفاع الذي اعتمد عليه سعيد شيبة خلال مباراة اليوم. يعني سعيد شيبة كذلك اعتمد على ثنائي الارتكاز، مهدي أكومي لاعب حسنية أكادير وآدم بوفاندر لاعب يوفنتوس الإيطالي. أمام هذا الثنائي نجد ثلاثي متكون من يعني على الأطراف عبد الحميد مع علي لاعب اتحاد طنجة، ومحمد الحموني لاعب لو هافر، وكصانع ألعاب نزيه لاعب فولندام الهولندي والذي لم يقدم اليوم الأداء المطلوب والمرجو يعني منه، يعني كصانع ألعاب لم يقوم يعني بذلك الأداء والمهام المنوطة به خلال هذه المباراة، ولم يظهر في الصورة في أبهى صوره خلال هذه المباراة. وفي خط الهجوم وكرأس حربة اعتمد على العلاوي لاعب انتريخ فرانكفورت الألماني عوضا وزان لاعب اياكس امستردام والذي اعتدنا عليه خلال نهائيات كأس افريقيا الأخيرة. يعني هذا هو الرسم التكتيكي الذي اعتمد عليه سعيد شيبة خلال هذه المباراة. خلال بداية المباراة المنتخب الوطني دخل بصورة جيدة، تمكن من تسجيل وافتتاح التسجيل عن طريق سيف الدين شلاغمو من ضربة ثابتة نفذها المتخصص معالي في اتجاه شلاغمو ورأسية بديعة أسكن في شباك المنتخب البنمي. ظن الجميع أن المباراة ستكون سهلة بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي، وربما سنشاهد مهرجان من الأهداف للمنتخب الوطني المغربي، لكن على غير المتوقع المنتخب، وربما هل هي تعليمات المدرب؟ لا أظن. تراجع بشكل مهول واكتفى فقط بالدفاع وتحمل عبء المباراة. ربما هي عقلية يعني اللاعب المغربي عندما يكون متقدما بهدف يكتفي بهدف ويعني يتحمل عبء المباراة ويسلم الكرة للخصم. وتقبل كثيرا اللاعب المنتخب البانامي يعني الذي ضغط بشكل كبير على دفاع المنتخب المغربي، وكان بإمكان منتخب بنما تسجيل الهدف في أي وقت وزيارة شباك طه بالغزيل، إلا أن المنتخب الوطني المغربي تمكن من الخروج من الشوط الأول
نتيجة يعني تقدم بهدف دون رد، علما أن المنتخب البنمي يعاني من يعني من مجموعة من المشاكل ربما ستظهر في المباريات القادمة عندما يواجه يعني المنتخب الأندونيسي والمنتخب الإكوادوري. المنتخب البنمي يعاني من يعني في خط الدفاع هناك ارتباك، عندما يضغط المنتخب المغربي يظهر ذلك الارتباك خصوصا في طريقة إخراج الكرة، وكذلك في التفاهم والتناغم بين لاعبي خط الدفاع. في عدة كرات يتبين ذلك عندما يضغط المنتخب المغربي، وهي حالات قليلة فعندما ضغط الثلاثي وفي يعني ثلاثي المقدمة على دفاع المنتخب البنمي وتمكنوا من استخلاص الكرة في أكثر من مناسبة. في الشوط الثاني واصل المنتخب البنمي على نفس النهج، إلا أن سعيد شيبة أقدم على عدة تغييرات، من بينها تغييرين بإخراج آدم بوفندر وإقحام محمد أمين قطيبة لاعب حسني تقادير الذي كان له دور فعال في إعادة التوازن للمنتخب الوطني المغربي خصوصا في خط الوسط. نعرف ونعلم أن محمد أمين قطيبة لاعب مهم في افتكاك الكرة، وكذلك يعني قوي من حيث الثنائيات، يعني فاز بعدة ثنائيات ولو أنه لعب فقط بعض الدقائق القليلة. ربما يعني دخل في الدقيقة 63 يعني إن لم تخن الذاكرة، وخاض دقائق يعني معدودة، إلا أنه تمكن من يعني إعادة التوازن بالنسبة للمنتخب الوطني المغربي، وحد من خطورة المنتخب البنمي الذي لم يكن بتلك الخطورة على مرمى طه بالغوزيل. والأكثر من ذلك وصل المنتخب المغربي بدأ يصل مجددا إلى مرمى المنتخب البنمي، إضافة إلى إخراج نزيه وإدخال نير نزيه كما قلت لم يقدم الأداء المطلوب خلال هذه المباراة. نتمنى أن يتم تدارك ما يمكن تداركه خلال المباريات القادمة بالنسبة لهذا اللاعب، والعودة أقوى من يعني والظهور بمستواه المعهود سواء مع المنتخب المغربي والمنتخب أو مع فولندام الهولندي. المنتخب الوطني المغربي كما قلت بعد هذه التغييرات وكذلك أقدم على عدة تغييرات أخرى كان الهدف منها يعني امتصاص حماس المنتخب البنمي الذي سعى جاهدا خلال الدقائق الأخيرة لتعديل النتيجة واستغلال فرصة تراجع المنتخب الوطني المغربي، إلا أن بهذه التغييرات عاد سعيد شيبة ترتيب الأوراق ووصل إلى شباك المنتخب البنمي مجددا بعد تمريرة أقل ما يقال عنها أنها رائعة من عبد الحميد معالي الذي وأوصل الكرة إلى النير وبطريقة جميلة أسكنها في شباك المنتخب البنمي لتنتهي المباراة بنتيجة هدفين دون رد للمنتخب المغربي، نتيجة تمنح يعني جرعة من الثقة بالنسبة هؤلاء الأشبال. صحيح هناك يعني عدة يعني هناك من يعاتب اللاعبين يعني تمريرات خاطئة يعني وكذلك تموضع في أغلب الأحيان يكون خاطئ، لكن هذه الفئة العمرية أو الهدف من هذه المنافسات هو التعلم لهذه الفئة العمرية التي لا زالت تتعلم يعني دروس وتستخلص دروس من خلال هذه المنافسات والاحتكاك مع مدارس أخرى مختلفة كالمنتخب البنمي وكذلك مدارس كأمريكا الجنوبية والمنتخب الآسيوي والمنتخب الأندلسي. صحيح أنه الهدف من هذا المنتخب هو التعلم والخروج يعني بدروس واستخلاص الدروس، وعلما أن هذا المنتخب هو الذي سيشكل النواة الأساسية للمنتخب 2030 هذه السنة التي سيحتضن فيها المغرب المونديال بالإضافة لدولة إسبانيا والبرتغال. المنتخب الوطني المغربي سيواجه المنتخب الإكوادوري في المباراة القادمة، والمنتخب المغربي عليه التفكير في حسم التأهل خلال هذه المباراة وتفادي الحسابات الضيقة في المباراة الأخيرة أمام البلد المنظم المنتخب الأندونيسي. الجميل أن سعيد شيبة يتعامل مع كل مباراة على حدة، وأكيد أن هذه الأخطاء التي وقع فيها المنتخب المغربي اليوم أكيد أنها ستصحح، والطاقم التقني بقيادة سعيد شيبة سيعمل جاهدا في يعني تصحيح هذه الأخطاء والظهور بأبهى حلول أمام منتخب يعني مدرسة قوية، المدرسة الأمريكية الجنوبية التي تعتمد على السرعة والقوة البدنية ما شاء الله. يعني لاعبي منتخب الإكوادور يعني يتوفرون على قوة وبنية جسدية قوية وكذلك سرعة وفنيات رائعة،
والمنتخب الآسيوي والمنتخب الإندونيسي. ونعرف أن منتخبات آسيا خصوصا شرق آسيا تعتمد على السرعة والتحول من الحالة الدفاعية إلى الحالة الهجومية، يملكون سرعات يعني مخيفة ومخيفة جدا. نتمنى أن يتم حسم التأهل خلال المباراة القادمة. إلى ذلك الحين نضرب لكم موعدا بعد نهاية مباراة المنتخب الإكوادوري والمنتخب المغربي يوم الاثنين المقبل. إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.